الملك استدعى الوزير وقال له: يا وزير، ليه الخادم بتاعي مبسوط في حياته اكتر مني، رغم ان انا الملك بملك كل شيء، ولكن انا مش مبسوط نص انبساطه. رد عليه الوزير وقال له: هقول لك الحل. احنا هنبعت لبيت الخادم 99 دينار، وهنكتب في ظهر كل دينار: مبارك عليك 100 دينار. فالملك استغرب وقال له: ليه هنعمل كده، وفين الحل في الموضوع؟ قال له: بعدها هتعرف الإجابة. فعلا الملك بعت كيس فيه 99 دينار، وكتب على ظهر الدنانير زي ما الوزير بتاعه قال له بالظبط. الخادم بيفتح الباب، لقى كيس الدنانير، بيبص في ظهر الدنانير، لقى مكتوب: مبارك عليك 100 دينار. بيعدهم، لقاهم 99 بس. قلب الدنيا، وخلى مراته تدور وبنته تدور، وطول الليل سهرانين بيدوروا على الدينار الميت. الخادم راح تاني يوم للملك، هو زعلان وحزين ومتضايق. فالملك استدعى الوزير مرة تانية وسأله: ليه الخادم النهاردة قلقان ومتضايق وحزين؟ قال له: حاله زي حال ناس كتير بالظبط، سابت كل النعم اللي في ايديها علشان نعمة بس مش موجودة. الخادم نسي 99 نعمة في ايده علشان نعمة بس. فهمت يا ملك؟ فهمتوا حاجة؟